هتثبت لك ده. يا ريت اي حد ينطق اسمه صح. اسمه احمد بطوط. ايه؟ بطوط. تاني؟ بطوط. احمد بطوط. الفل يا جدعان. ايه الاخبار؟ معلم ربنا يخليك عشانكم امبارح عشان تيجوا تجاملوني النهارده. في البدايه يا جدعان فكوكم من القرش اللي حصل والكآبه اللي احنا فيها دي، احنا جايين نزيد النهارده. انا من فريق نقول كرو، وقبل ما ابدا انا لساني مش لطيف شويه، ودوت يمكن عامل لي مشكله كبيره جدا. بصوا يا اخوانا، في البدايه عايزين نبدا فيها اللي انت معنى اللي انت تقطع تيكت بفلوس وتيجي النهارده انت ابن ناس جدا. ليه؟ لأن في ناس دفع 15 و20 25 كل دور النهارده بصراحه اقسم بالله. فمعنى اللي انت تدفع تيكت دي كبيره جدا. انا بسمع اندر جراوند ميوزك من 2011. اسمع مسار اجباري جاي انا راشد بفلوس الغنى حرام. انا بالظبط انت نفس الحوار؟ صباح الفل بشوفك في الفور فري. بس انا بالظبط بقالي شهر ونص بعمل دراسه جدوى ان انا اجيب هاند فري ولا لا، واللي هو اجيب هاند فري هسمع فيها اغاني حرام. يا عم طب كلم فيها اصحابك، ما هو لهو برضه عن ذكر الله. بص يا اخوان، مهما كنت ابن ناس لازم بتقابل شخصيات بيضاء باطيه في حياتك بتطلع مرتضى منصور اللي جواك، بتطلع السمك اللي هو انا مش عبيط انا رمزي فيها رمزي عارف، بتطلع مع الشخصيات دي. الشخصيات دي زي مين؟ اللي قاعد جنبك تاتش ده؟ لا البيضاء اللي هو زي مين؟ زي جارتك مثلا اللي انت مروحه. ايه حبيبتي مش عارفه بيكي ولا ايه؟ والله لو مضايقني والله يعني مثلا واحده ست راحت تسال واحده بتقول لها يا حبيبتي عندك كام سنه؟ تقول لها 25 سنه. مكتوب كده بتلاقي يا هي عندها شلل لو هي مكتوب ولا كده. انت بتدي نسبه على تكاثر مصر هتتجوز ولا تتجوز شلل ازاي؟ بص يا اخوان عشان تبقوا فاهمين الشخصيه البيضاء البطيه دي مش زينا، دي مش بتتولد دي بتتقشر اسمها بيضاء. الشخص البيضاء ده لما امه بتكشف عليه في السونار ما بيقولهاش ولد ولا بنت، ده يا ماء يا مسروقه يا بنت مش زينا. وبما اننا بدأنا في موضوع الطب والسونار احنا شعب بيؤمن بالطب جدا. يعني انت استحاله ابوك يوديك للدكتور الا وبتموت عشان يديك حقنه هواء اللي هو خلص. يعني انت تبقى قاعد في البيت مثلا وبتحصل مع حد فيك تبقى بردان سخن بقى بتخش حاج تعبان يا حاج تدخل الريست يا حاج تعبان يا حاج كنت فاهم يا حاج انا بردان في مرهم كنت جايبه من سنه ونص منه قلت بدأ ادهنه فين تاني يا حاج. احنا شعب بيؤمن بالتشيك اب جدا. في حد هنا بيعمل تشيك اب؟ لا مفيش. انا قبل ما يا جماعه كنت بكتب السكريبت فقعدت مع ايمن ابو النوم وده حاجه كبيره جدا عندنا في المنطقه. فقعد معايا ايمن ابو النوم ده على فكره اخوه شهيد في ثوره 25 يناير مات وهو بيسرق كارفور بس احنا عندنا في المنطقه راح يدفع رقم مكرونه موته خطيره جدا. قاعد معاه بقول له يا ايمن انت بتعمل تشيك اب؟ قال لي وش يا اسطى؟ قلت له بتعمل تشيك اب؟ قال لي اكيد يا معلم. قلت له بتعمل تشيك اب؟ قال لي لازم اعمله بنفسي لو جبته من بره بيبقى طعمه زي الزيت. قلت له هو ايه؟ قال لي اللي تشيك اب. قلت له تشيك اب عليك وعلى اللي خليتك اللي بص يا اخوانا المشكله عندنا في حد هنا في طب انتوا الثلاثه مع بعض في حد هنا في صيدله بسم الله ما شاء الله. احنا عندنا في المناطق الشعبيه مش بنعترف بيكم كدكاتره احنا بنعترف بالصيدليه. المشكله في الصيدليه الصيدلي يصعب عليه هتلاقي واحد داخل له والنبي يا دكتور من 2 ونص خدت برشامه بني في ديش كده ريحتني قوي. هو قال بص ده هيديكم مش داخل يتهزم. تلاقي برضه واحد داخل له عريس جديد عريس جديد بقى طلع لك اسطوانه يعني ربنا يبارك لك يعني. تيجي بقى بعد كده انا من بحري عشان تبقوا عارفين حد من بحري وش لا تمام. انا بحري ما بيجيش الحاجات دي. احنا عندنا في بحري في صيدليه الصيدليه دي فيها واحد اسمه عم سمير غتاته. عم سمير غتاته ده كان حلاق سنه فهو مقتنع ان هو دكتور فشل
فهو دكتور جامد جدا. فالمهم انا اخر مره داخل، فاول ما دخلت عم سمير طبعا راشد بحس ان هو بياخد بونص على الدوري بتاعي. فاول ما دخلت قلت له عم سمير هو الدكتور فين؟ قال لي بيدي عمك وداني حقنه عضل جوه. قلت له ماشي يا عم سمير. قال لي ما انت عارف بواسير؟ قلت له مش عارف عايز اعرف انا بواسير، انا مالي بواسير عندي وداني ربنا يبارك له فيها، لا مالك. المهم وقفت الدكتور بيدي له جوه حقنه عضل 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة كده بيركب عجل جوه بقى المهم قلت له بص يا عم سمير عشان انا مستعجل والقطعه مستنياني فانا مش هينفع اطلع. قال لي في ايه؟ قلت له بص انا اخر مره اكلت اكله فزي ما تقول ايه وجعت معدتي شويه. قال لي انت مواليد كام؟ قلت له 89. قال لي ما هي مواليد 89 كلها كده. قلت له ليه ازاي يعني؟ قال لي اسمع بس مني كده انت بطنك بتوجعك؟ قلت له اه. قال لي يبقى اديك حقنه شرجيه. قلت له لا مش انا، لا مش انا يا شاب ما تلفش الكلام ده اللي انت عايزه. قلت له بص ماليش في الحقنه الشرجيه. قال لي خلاص بلاش حقنه شرجيه يبقى عليك وعلى حقنه عضل. قلت له لا مش هاخد برضه حقنه عضل. قال لي لا شرجيه ولا عضل عليك وعلى النبوس. قلت له انا لازم عليك من الناحيه دي يعني مش هو الدواء بيخش من ناحيه واحده يعني يوسف ما بالك الدنيا مسرح كبير هو شايف حاجه معينه. فالمهم الحمد لله الدكتور خلص وطلع وعم وداني طالع كان شكله بسم الله ما شاء الله يفرح يعني. فالمهم انا لسه هقابل على الدكتور فدخل بقى طفل وليه للبنات قوي يا اخوان في دايما تحسها كده وانت في الصيدليه طفل صغير دخل يرجعك بالزمن 20 سنه ورا تلاقيه معاه ورقه بتطبقها وبيديها للدكتور. الدكتور باصص فيها وضحك وقام داخل المعمل جايب حاجه حطها في ورقه جورنال حطها في كيسه سودا واداها له. هو جاي بيدي بامبو يا جدع والله. طب انت لو واقف قدام صيدليه ولقيت عيل طالع بكيسه سودا وش حد عنده ظروف في البيت خلاص ده معروفه انت ماله فيك يا عم دي حاجه بتاعت ربنا. قلت لك بالله لساني وحش. المهم الحمد لله الدكتور اداني الدواء وانا طالع فبس وانا طالع عم سيد برضه السيد قال لي خد يا احمد ده كده. قلت له مش عارف اداني الدواء ده. قال لي طب انا النشره الداخليه بقى. قلت له ايه؟ قال لي عشان الحامل والرضع. قلت له حامل والرضع مين يعني؟ قال لي بلاش الحامل. قلت له ايه؟ قال لي عشان الطلق. قلت له لا البيت جوزي بيولدني قيصري مالكش دعوه. مش شخصيات برضه البيضحبطيه اللي انت بتقابلها في حياتك الشخص العميق الواسع الافق عارف اللي هو عايز يقنعك ان هو صاحي الساعه 4 الفجر عشان يقرا احمد مراد ويشرب قهوه ويسمع صوت عصافير. بص يا رجاله عشان تبقوا متفقين مفيش شاب فينا بيصحى الساعه 4 الفجر عشان يعمل الحوارات دي. بنصحى 4 الفجر عشان ننام ويكون ابوك نام وخلاص. بالنسبه بقى للبنات البنات بتسهر ل 4 الفجر عشان مكالمات المرتبطين. ان انت تكوني بنت سنجل وتكلمي واحده صاحبتك بالليل تلاقيها ويتنج دي بتزعل قوي قوي على فكره. اللي انت تكون سنجل ويجي عليك اخر الشهر معاك بقره دي بتزعلك. المشكله في المرتبطين البنات طيبين قوي يا جدعان يعني البنت بنقول نفس الجمل والبنات يضحك عليها يعني. بص تلاقي واحد داخل بقى عليها انت بتاعتي قلتش كاتانيلا يعني. في حاجه شدتني جدا انا مناخيرها بثلاث فتحات هو عامل ازاي وهي جايه مراها خدي بالك من نفسك ما هتاخد بالها من زفتها. ولو قلت لها مرتبطين لما يعدوا الطريق لازم يعني مثلا سي عربيه جايه كده يا حبيبتي تعملي كده طب ما هي حرشات انتوا الجمهور في ربنا ياخدكم كلها يعني هي العربيه شدتك مش هتاخدك ما هو ممكن كده وغلطه وضربه كده. وبعدين بصوا يا جدعان خطوات الارتباط اول مرحله في الارتباط احنا اتقابلنا قبل كده كانوا بيجوا على عربيه هاشم وهم صغيرين. تاني مرحله انت فيكي حاجه شدتني قوي يقولوا لهم كل اللي ورا الشغل ما تدخلوا. ثالث مرحله احنا لازم ندخل في علاقه. رابع مرحله انا حاسس ان العلاقه فيها حاجه باينه. خامس مرحله ودي المعروفه انت تستاهل واحد احسن مني يا بنت بس ايه هم كده انت تستاهل احسن مني. طب فهمني انت تستاهل واحد احسن مني. طب خلاص وصلت لي حادثه وانا صغير انت تستاهل واحد احسن مني. المشكله كده يا جماعه اللي انا لما بدات افكر في المرتبطين بصوا عشان بدات تكون الناس مركزه معايا. البنت طول ما هي قاعده في بيتها بتطلب اي حاجه من امها بيكون رد واحد ايه هو؟ الله برنس يا معلم انت فقعت السكريبت من ورايا. المهم البنت اللي قاعده مع امها تقول لها ماما عايزه اخرج لما تتجوزي. ماما عايزه انزل مع اصحابي لما تتجوزي. ماما عايزه اخش الحمام لما تتجوزي. دي دخل المحل ما تخش لوحدها في خصوصيه في الموضوع. البنت بقى هنا لما تتجوز بقى مفكره خلاص بقى عارفه ابو كرش ده على طول يوم بيتكلم على ده متصوره بقى خلاص. خلي بالكم يا بنات انتوا اللي بتشوفوه بتقابلوه دوت غير اللي هتشوفوا البيت خالص تمام. والولاد نفس المنظر يعني بتصحى تغسل الصبح تعمل محابش نايم جنبك.
والله حط لي بشاين وجاشو اي لاينر والله فكر. المهم فالبنت بقى لما تيجي تتجوز خلاص بقى هتنفذ اللي عايزاه. بتقعد مع جوزها حبيبي عايزين نخرج اول الشهر حبيبي عايزين نفصل اول الشهر حبيبي عايزين نقعد مع بعض قعده رومانسيه اول الشهر. انت بتشحن بواقع ايه اول الشهر؟ ايه ازاي يعني قعده رومانسيه في اول الشهر ازاي؟ شفت والله لما قال له انا وعلمت بتقولي في عاشوره هاتوه في عاشوره ايه المشكله؟ الفكره بقى بعد كده ان البنت بتمسك لها وتقدر ايه؟ تعصر الولد قوي وتفلسه. بمعنى ان مفيش بنت ممكن تقعد معاك على كافيه وتطلب واحد شاي استحاله. لو لقيت بنت قاعد معاك في كافيه وشربت شاي تبقى ديت البنت دي بتحبك. انا عملتها. البنت موكه ولاتيه وفكه وحاجات غريبه قوي. فكه مين؟ والله دي اصناف مريبه. على القهوه تفتح الشاي بيجي لي وربع لا هي بتبقى اصناف. المهم انا كان ليا تجربه اتعرفت على بنوته قبل كده من على الفيس. فالمهم نزلنا واتقابلنا فاول ما قابلتني انا قلت بقى لازم اعمل نفسي ابن ناس قوي بقى. فبتقول لي دي احنا هنقعد فين؟ قلت لها بصي هنقعد في لاكوست. قالت لي مين؟ قلت لها لاكوست. قالت لي شايف يا حبيبي؟ قلت لها قالت لي كوستا. قلت لها انت عارفه قاعد كل يوم بنسى مش عارف بخش على طول بيت اصلا. قالت لي طب بص يا بيبي ايه رايك؟ انت بتشرب ايه؟ بتشرب ايه؟ مش المهم قلت لها بصي قامت هي خلاص بص احنا هنروح نقعد في سانتوس. قلت لها بصي يا سانتوس ده حاجه قليله بالنسبه لي بس يلا. المهم دخلنا سانتوس اول ما انت عارفها اول ما عدى جايب 2 منيو بالانجليزي كله شمال يمين مفيش كلمه عربي مفيش طلع جوجل ترانزليت مفيش. قلت لها بص يا بيبي قلت له انت الاول يا بيبي. قالت له بص انا عايزه باستا الفريدو على تينجو. قال لي قلت له انا على زبادي على خلاط ممكن. قلت له اي انا وخلاص قلت له خلاص على شاي على سكر برضه مش هنتكلم. قال لي طب بص ايه رايك لو نجيب حاجه سان شاين؟ قلت له مفتته ولا قطع؟ قال لي ايه سان شاين؟ والله مش كوره اتفضل ليه مش كوره. المهم يعني اليوم عدى الحمد لله وانا رهنت الساعه وحاجه ثانيه دون ذكر اسمها في الكافيه عشان ادفع حق الفلوس يعني. وطلعنا ولما روحت البيت لما باجي اكلمها بيطلع لي فيسبوك يوزر واحد صاحبي قال لي ده في الشبكه مش عندنا. انا مش عارف المشكله. تيجي بقى للشخصيات البطيئه تاني بتوع الموارد البشريه. حد هنا ليه في الموارد البشريه؟ الموارد البشريه بتعمل معاك تحس انك في اللالا لاند خالص. يعني هو مش هنا اللي هو انا اخر مره كنت قاعد مكتئب وقاعد برضه مع ايمن من النوم قلت له لا ايمن انا متضايق قوي اخر مره كنت في حفله وسفيت جامد قطع عليا المايك. قال لي انت مكتئب؟ قلت له قال لي هتروح لدكتور نفساني 180 جنيه. قلت له معايا 180 جنيه هكتئب ليه؟ انا اقعد في عصير مانجا ب 180 جنيه اعيش بيه. قال لي خلاص هديك واحد مدرب تنميه بشريه. ما قلتش مدرب تنميه بشريه تحس انه قاعد على المكتب يعني عارف كسرولة ميه سخنه وجنب عوامتين حاجه جميله قوي. اول ما رحت داخل قاعد اول ما دخلت قلت له بص حضرتك انا كنت بشتغل وكتبت بسم الله ما شاء الله ايه الحلاوه دي. انت كنت بتشتغل؟ قلت له بعد ما حضرتك اتقفلت انا والدتي طلبت الله ايه الجمال ده؟ انت بتفسر لي حلم يعني. قلت له بعد ما اتطردت من البيت اللي كنت مضلبس لا ايه الحلاوه دي بسم الله ما شاء الله. طيب كمان راسي كبر وحلاوه وانا داخل طيباتي. قلت له بص انا دلوقتي متضايق عشان بص ما اتغباش عليك فهمني انا اعمل ايه؟ قال لي اربط سعادتك باي حاجه موجوده. قلت له زي ايه؟ قال لي اربط سعادتك بان باكل شيكس بجنيه. قلت له لا ما فرحنيش. قال لي بلاش باكل اوريو بجنيه. انا داخل دلع البلد احنا بكام ونص. قلت له برضه مش مقنع. قال لي المال تشيزرز. قلت له مين؟ قال لي المال تشيزرز. قلت له قال لي ب5 جنيه. قلت له ده داخل عند فكهاني يا عم انت. المهم خلعت منه والحمد لله انا مدعي اللي انا عرفت اعمله. المهم انا فتحنا ست الام نتكلم عن الام. بص يا اخوانا يعني ربنا يرحمه الام بقى الله يرحمها. اللي انت تبقى عندك ام احنا جيل ضاع بسبب دعوتين. ربنا يديك على قد نيتك يا دي النيله وربنا يديك على قد مذاكرتك. لا والله انت لازم من بيتكم حاجه انا رايح اقابل ربنا يديك على قد نيتك ابوها يقفشها انت وهي على المكان. والله ترجع فانت منور تبقى رايحه الامتحان مامي رايحه الامتحان ربنا يديك على قد مذاكرتك. والنبي لا الحمد لله. انا اخر مره نازل من بيتنا فانا نازل ابويا جاب لي النضاره دي ومش هدفع فيها لما المهم انا نازل فكنت قاعد النضاره بسيبها فلقيته قلت له يا احمد. قلت له يا ماما قالت لي انت مش نازل ابوك مخلفك عشان يذلك بكل مليون بيصرف عليك. يعني تحس واخدك سبيه ولا جاريه من معركه كان فيها فاهم ازاي؟ والله العظيم تبقى قاعد معاه كده وايه لازم تتعود لو في ناس طلبه في حياتك تبخر الاثنين
دكتور الكليه وابوه، يعني دكتور الكليه قاعد يقول عايشه ايه العسل ده يا دكتور؟ ده انت برنس يا جدع، ايه ضرر اللي انت بتقوله ده. ولما تتخرج لازم تبخر لابوك برضه ومديرك في الشغل. انا اخر مره كنت قاعد في البيت، فانا كنت زمان شايف نفسي ان انا حارس مرمى، ما تسالش ازاي. فالمهم انا ابويا كان عنده كاميرا فيديو كده وكان بيصور لي شات فيديو وانا في ثانيه اعدادي، فانا كنت واقف حارس مرمى. فلك ان تتخيل الفسحه 15 دقيقه دخل فيها 8 جول. والله فعلا الجمهور دخل ودين وجول اتحسن عادي جدا. انا حسيت ان الملعب عامل كده وزيم وداخله 15 دقيقه 8 جوان، الحمد لله رقم قياسي. المهم بعد ما خلصنا راح ابويا باصص لي ومتضايق قوي. قلت له انت زعلان عشان داخل فيها 8 جوان؟ قال لي لا انا زعلان عشان جبت لك جوانتي ب 35 جنيه ما مسكتش فيه كوره واحده من اللي دخل. قلت له عادي، ما هو بستخدمك جوانتي في المطبخ عادي، مشيها يا حاج مفيش مشكله. تيجي برضه من الشخصيات البيضاويه البنات في الافراح. ايوه ايوه. انا عايز اعرف، بص عشان اتكلم فيها بسرعه عشان ما تزعلش. ليه يا بنات لما تصرفوا على عروسه تقفوا عاملين كده؟ ليه؟ ما عملتش ابدا. الولاد يقفوا كده، الولاد يقفوا كده. كشف ليه؟ في ايه الوقفه اللي انتوا واقفينها؟ تيجي برضه يا اخوانا الشخصيات البيضاويه في حياتك زي ما قلنا في الاول اللي هي تنتقدات الانتقاديه اللي هي مش سايباك في حالك، اللي هي مثلا انت مثلا عندك 25 سنه ما اتجوزتيش. طيب يا حبيبتي اتجوزتي بقى؟ طب شدي حيلك يا ماما، شدي حيلك يا حبيبي. شدي يا ماما شدي، انا شد وخلاص، انا شدي وخلاص. اللي كنت جاي يا النهارده اكلمكم فيه وده بقى الكونكلوجن بقى الحته اللي هنا في الخدمه دي، اللي انت مهما اتعاملت مع الشخصيات البيضاويه دي في حياتك ما تخليهاش تاثر عليك. انت ممكن تكون برنسبل ولا حاجه وتقنع الناس بالولا حاجه. مين كان يصدق ان حاجه اسمها ستاند اب كوميدي واحد يطلع يقلش ويسف كده؟ احنا كنا مصدقين ده واشتغلنا على فريق والحمد لله الفريق شغال كويس جدا. اي نعم ما بناخدش فلوس بس شغال كويس جدا، وبنصرف على الفريق جدا بس الفريق شغال كويس جدا، وعلي جوزمان اخد الفلوس كلها بس الفريق شغال كويس جدا والله العظيم. وقاعدين جوه كل اللي ورا دول جايين ماشي عادي، التيكيتات كلها جايه ماشي عادي. صورت 200 سيلفي، انا صورت سيلفي واحد اصلا واحد صاحبي جاي معايا. ففي النهايه يا جماعه ديت الرساله كنت عايز اقولها لكم، بس قبل ما اطلع في ضيوف طبعا جايين من محافظات ثانيه، في ضيوف عايز ارحب بيهم جدا 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 جدا، وهم نادر، درغام، اسلام جمال، رماح، اسلام جمال ورماح ونادر ودرغام ومين كمان؟ الراجل انا مش عارف. تمام؟ عايز ارحب بالناس دي جدا، عايز ارحب برضه بصاحبي احمد مدحت جدا. الناس دي بتاعت بيج يا صاحبي، تمام؟ يعني يعملوا لك